تبون ولا ما تبون محبي الفطر؟ اليوم بعلمكم على طريقة ألذ 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 شوربة الفطر. طبعا كل وحدة لها طريقتها في الطبخ، أنا طريقتي غير وكل وحدة لها طريقتها. نبدأ أول شيء بقول لكم المقادير. تاخذون الفطر من الجمعية هالعلبة الزرقاء، تاخذون علبتين. عشان تضبط معاكم المقادير لازم تركزون معاي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اوكي. وبنجيب 3 خواشيق زبدة، خاشوقتين كبار طحين رقم 2، عفوا رقم 1، 3 خواشيق عندكم زيت الزيتون، البقدونس للتزيين بس، 4 فصوص ثوم، بصل أبيض حبة، وعندكم الله يسلمكم ويسلم غاليكم حبة ماجي والملح على حسب الرغبة، وخاشوقة كبيرة فلفل أسود، وعندكم الأورجانو خاشوقة كبيرة. بالنسبة ل3 أكواب ماي. أوكي. بالنسبة للحليب تاخذون نص كوب حليب فريش مع نص كوب كريمة طبخ. كلامي واضح؟ اوكي. نسيت شيء مهم بعد بقول لكم. بالنسبه للجبن لازم تكون عندكم بنات في كل بيت جبن بارميزيان، من احلى الاجبان اللي دائما استخدمها في اكلاتي الايطاليه. الاولى اللي سويتها وخلصت، قطعت الفطر علبتين. اكيد كلكم تعرفون تقطعون الفطر. بنشوي الفطر يا بنات. كيف بنشوي الفطر؟ الحين براويكم الطريقه. ما تحطون زيت ابدا، بس تشوون الفطر لان راح ناخذ كميه وبنضربه في الخلاط. شوي الفطر، ما نحط زيت ولا شيء، شوي عادي. علبتين. الفطر يطلع ماي، ما حطيت فيه ولا قطرة زيت ولا ملح ولا شيء ولا بهارات ولا شيء. نبدأ نحركه وين ما ينشف الماي. بناخذ كمية من الفطر بنخلطها مع الكريمة في الخلاط. خلينا نسكر عليه شوية. رمضان كريم علينا وعليكم، تابعوني لا تنسون. بعد ما شويت الفطر باخذ كمية فطر بضربها في الخلاطة، والكمية الثانية بخليها. الشوربة هذه لازم تسوونها قبل الفطور بنص ساعة عشان تشربونها حارة. أنا بحط فيها كريمة. خلصنا كذا. الحين تابعوني الخطوة الثانية. نص الكمية من الفطر في الخلاطة ونصها خليته هني. مركزين. بنحط نص كوب كريمة طبخ في الخلاطة مع وبنحط الله يسلمكم نص كوب حليب بعد مع الفطر. وهذا نص الكوب الثاني من الحليب بنحطه داخل خلاص. الحين بنخلطهم مع بعض في خلاطة. النص الثاني نخليه بنات، ما تحطونهم كلهم مع بعض في الخلاطة عشان تحسين بلذة الشوربة. تابعوني. حطيت 3 خواشيق زيت الزيتون، حطيت 3 خواشيق زبدة. والحين شو بنحط يا بنات؟ بنحط البصل الأبيض. حط البصل، حط البصل الأبيض، أحلى البصل الأبيض من البصل الهندي. بعد ما حطيت البصل بحط 4 فصوص ثوم. نبدأ نحركهم مع بعض، ثوم وبصل أبيض وبس. الحين يا بنات بنحط الفطر اللي شويته. أخذت كمية من الفطر اللي شويته والباقي خلطته مع الكريمة والحليب. ما ياخذ وقت في الطبخ بنات، ابدا ما ياخذ وقت. الحين بنحط الله يسلمكم خاشوقتين. اعطيني الطحين. بنحط خاشوقتين كبار طحين رقم طحين رقم 1، خاشوقتين. نخلط المقادير كلها مع بعض. بنحط خاشوقة فلفل أسود. الفلفل الأسود على حسب رغبة، تبون خاشوقة كبيرة خاشوقة صغيرة على حسب انتو شو ما تبون يا متابعات.
وحبيبات زهرة ابو ظبي. الحين بنحط 3 اكواب ماي حار في الشوربة، ولازم يكون ماي حار عندكم بناتها، ما تحطون ماي بارد. انا بعد مستعجلة شوي بيأذن وانا بعدني ما خلصت. هاتلي بنحط 3 اكواب ماي. حطي 3 اكواب ماي، ونبدأ نحرك المقادير كلها مع بعض. بنحط الملح وبنحط الماجي، وارجع اقول لكم حبة ماجي. هات الكريمة، نحط خشوقة أوريجانو، بس طبعا بعدني انا ما خلصت. بنحط الكريمة الحين يا بنات. هات الكريمة اللي خلطناها مع الفطر بنحطهم. يلا يا ريحة الفطر والكريمة، يا سلام يا سلام يا سلام. تبون ولا ما تبون؟ والله انكم تبون صراحة. ألد شوربة اليوم طبعا بندوقها. طبعا دائما فطوري برعايتي في البيت وفي رمضان، وكلهم يحبون أكلي. حتى الشوربة جبنة بارميزيان، بحط خشوقة كبيرة. حطي يلا دقيقتين وخلاص بتكون الشوربة جاهزة. شوفوا المقادير بدأت تتماسك مع بعض، وعلينا وعليكم بألف عافية. شوربة زهرة ابو ظبي، أتمنى أنكم كلكم تسوونها لأنها صدق لذيذة وحلوة.